النهارده هنتكلم عن اكتر ايفون مهدور حقه ومحدش بيتكلم عليه، وانا شايفه ان هو افضل قيمه مقابل سعر. هكلمك النهارده على الايفون 15 برو، وهقول لك كل مميزات وعيوب الجهاز ده، وليه الجهاز ده بالنسبه لي من افضل الايفونات اللي ممكن تشتريها في 2025. وهقول لك على كل مميزات وعيوب الجهاز ده، وهقول لك ليه الجهاز ده من وجهه نظري هو افضل جهاز قيمه مقابل سعر في 2025 تقدر تشتريه. ولكن قبل ما نبدا ما تنساش تعمل لايك للفيديو، كمان انزل اعمل سبسكرايب للقناه واشترك في القناه عشان نوصل ل 100000 مشترك في اقرب وقت. احنا دلوقتي خلاص داخلين على 98000 مشترك، كلها 2000 مشترك ونبقى خلاص 100000 ونحتفل مع بعض، ويبقى في جيف اويز جامده جدا. وكمان فعل زر الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديده. ويلا بينا نبدا الفيديو سريعا جدا جدا. بسم الله الرحمن الرحيم. قبل ما نبتدي نتكلم في اي حاجه، ما تنسوش لاخواتنا ربنا ينصرهم على عدوهم، امين يا رب، وان شاء الله النصر قريب. خلينا في البدايه كده اقول لك ليه انا اخترت الايفون 15 برو اللي اتكلم عنه في الفيديو بتاع النهارده، لان الموبايل ده يعتبر انا شبه ما اتكلمتش عنه قبل كده في القناه هنا، ولكن الجهاز ده كنت لازم اتكلم عنه لان الجهاز ده سعره حاليا ممتاز جدا، ويعتبر بيتباع بسعر زي ال 14 برو ماكس، وسعره مقارنه بالاجهزه اللي موجوده في السوق فهو سعره ممتاز جدا. فدي اكتر حاجه خلتني اختار اتكلم عن الجهاز ده. فخلينا نشوف مع بعض مواصفات الجهاز ده وازاي الجهاز ده بيقدم قيمه مقابل سعر جبار. خلينا نبتدي اول حاجه بتصميم الجهاز. تصميم الجهاز شيك قوي قوي قوي، تصميمه جامد جدا. تصميمه بيجي بظهر زجاجي مصنفر وبفريم من التيتانيوم. وطبعا زي ما انتم عارفين ان اجهزه ال 15 سلسله ال 15 البرو والبرو ماكس كانوا اول اجهزه تنزل بالتيتانيوم، وبصراحه ملمس الجهاز ومسكه الجهاز ممتازه جدا. واللي اجمد من كده واللي طبعا هتحسه بقى في تجربه الاستخدام هو حجم الجهاز، لان حجم الجهاز 6.1 انش، وده حجم بيرفكت في الايد. افضل جهاز تمسكه في ايدك وتبقى مرتاح وتبقى مبسوط هو الايفون 15 برو. الايفون 15 برو بصراحه من احلى الاجهزه اللي مسكتها في ايدي، اللي خلتني فعلا مرتاح ومش حاسس ان الجهاز بيسبب لي اي ازعاج ولا اي مشكله. لان مع حجمه الصغير ده كمان وزن الجهاز 187 جرام، وده وزن ممتاز قوي ومخلي وزن الجهاز مريح جدا في الايد ومش بيتعب الايد خالص، مش زي مثلا الاجهزه الماكس اللي بيبقى حجمها كبير جدا في الايد وبتبقى متعبه وما بتقدرش تستخدمها بايد واحده. ولكن البرو تقدر تستخدمه بايد واحده عادي جدا، وكمان بيبقى مريح قوي. والجهاز طبعا نفس تصميم ال 15 برو ماكس الجهاز الاكبر منه، ونفس تصميم ال 16 برو ماكس اللي هو احدث جهاز من ابل حاليا. حتى الشاشه تصميمها رائع جدا، التصميم اللي بيجي بالدايناميك ايلاند والحواف القليله، الحواف اللي مخليه الشاشه شكلها مستقبلي جدا، وهتبقى مستمتع وانت بتستخدم الشاشه دي. وخلينا بقى دلوقتي نتكلم عن كواليتي الشاشه نفسها، مواصفات الشاشه وتجربه استخدام الشاشه. هنتكلم عن مواصفات وتجربه الاستخدام مع بعض. المفروض اكلمك عن تجربه الاستخدام فقط، ولكن انا بقول لك المواصفات لان انا اول مره اعمل فيديو عن الجهاز ده في القناه هنا. شاشه الايفون 15 برو بتيجي شاشه سوبر ريتنا اكس دي ار اوليد ال تي بي او. ال تي بي او يعني الشاشه بتوصل ل 1 هرتز وتوصل ل 120 هرتز وانت بتستخدمها، 1 هرتز وانت ما بتستخدمهاش، فهتوفر معاك في الطاقه. الشاشه بتدعم محتوى الاتش دي ار 10 والدولبي فيجن. الشاشه هنا نسبه سطوعها 1000 نتس وبتوصل ل 2000 نتس في مشاهده محتوى الاتش دي ار في أشعة الشمس المباشرة. حجم الشاشة 6.1 انش، الحجم المثالي بالنسبة لي في مسكة الإيد وفي تجربة الاستخدام. بالنسبة لي بتكون صغيرة شوية لأن اتعودت على أجهزة الماكس، ولكن أنا قبل ما أشيل الماكس كان معايا أصلا ال 11 برو وال 12 برو، فكنت متعود على الأحجام الصغيرة، فبالنسبة لي كانت كافية جدا وبتقدم لي احتياجاتي عادي جدا. يعني لو أنت مش من الناس اللي بتستخدم أجهزة كبيرة، فالجهاز هنا هيكون تجربة خرافية في الشاشة، وهتبقى شاشة ممتعة جدا بالنسبة لك. مش لمجرد الحجم بس، لا كمان لان كثافة البكسلات هنا 461 بكسل لكل انش، ودي كثافة بكسلات محترمة قوي. يعني هتاخد حدية في الشاشة، والشاشة هتكون شارب جدا وانت بتستخدمها، ومش هتقابل ولا هتواجه مع الشاشة اي مشكلة. وكمان مع الشاشة الشارب دي بتاخد الوان جامدة جدا، من اجمد الالوان اللي هتتفرج على محتوى عليها او هتستخدم الشاشة اصلا هي الوان الايفون، لانها بتكون قريبه جدا للحقيقه، وفي نفس الوقت مش اوفر ساتوريتد، بتكون مشبعه كويس ولكن مش اوفر ساتوريتد، عكس طبعا اجهزه الاندرويد اللي بتبقى الالوان فيها فاقعه قوي. ففي تجربه المونتاج او لو انت بتعدل صوره ما بتبقاش ظاهره بشكل طبيعي زي اللي موجوده على الايفون. ويمكن العيب الوحيد في الشاشه هنا بالنسبه لبعض الناس هيكون حجم الشاشه لو هم متعودين يستخدموا شاشات كبيره. غير كده الشاشه
تحفه من جميع النواحي وبكل المقاييس. فانت من الاخر هتاخد تجربه مشاهده محتوى مميزه وحلوه جدا، هتبقى راضي عنها بنسبة 100%. وفوق كل ده انت بتاخد اداء جبار، بتاخد جهاز بمعالج ال A17 Pro. المعالج ده جامد بشكل مش طبيعي. المعالج ده 3 نانومتر، من اقوى المعالجات اللي ابل انتجتها. طبعا نزل بعده 18 برو اللي موجود في 16 برو ماكس، ولكن الفرق ما بينهم مش واو. بالفعل وانت بتستخدم الجهازين مش هتحس بفرق كبير، لان بالفعل المعالج ده قوي جدا. وكمان الجهاز بيجي بجي بي يو 6 كور، واللي بيميز اداء الجهاز ده عن غيره ان الجهاز بيجي بالمعالج الجديد، مقارنه بان سعر الجهاز زي ما قلت لك بيجي في نفس الفئه السعريه اللي بيجي فيها ال 14 برو ماكس، اللي بيجي بمعالج اقل منه بفرق واضح اللي هو ال A16 بايونيك. لان طبعا المعالجات بتاعه ابل تطورت بشكل كبير جدا من اول ال A17 برو. وكمان هتاخد جهاز برامات 8 جيجا بايت رام، واقل مساحه في الجهاز ده 128. يعني تقدر تجيب مساحه ال 128 او ال 256 او ال 512، ولكن انا بفضل مساحه ال 256 اكتر من 128 عشان حجم الصور هنا بيكون حجمه كبير، لان بصراحه الكاميرات بتقدم كواليتي الصور تحفه. وقبل ما نتكلم عن الكاميرات خليني اقول لك ان انت هتاخد اداء من الجهاز ده جبار في الالعاب، اداء خرافي، اداء اعلى اداء هتاخده في اي موبايل حاليا. وحتى ال 16 برو ماكس اللي المفروض بيجي بمعالج اعلى، فهتاخد يعتبر شبه نفس الاداء، مفيش اختلاف كبير في الاداء لان المعالجات اصلا قريبه من بعضها، مفيش فرق كبير. وكمان موضوع التحديثات هيبقى مهم جدا، لان الجهاز هنا هيوصل له على الاقل 4 سنين او 5 سنين تحديثات كمان، لان الجهاز يعتبر نازل بقاله سنه وشويه، داخل في السنتين، يعني ما وصلوش تحديثات غير سنه واحده. وابل طبعا بتقول ان هي 5 سنين تحديثات، يعني بتدعم الموبايل 5 سنين تحديثات، ومع ذلك في موبايلات دعمتهم 6 سنين و7 سنين. فلسه الجهاز ده هيوصل له على الاقل 4 5 سنين تحديثات، فجهاز هيعيش معاك مده طويله اكتر من ال 14 برو ماكس. نخش بقى دلوقتي على الكاميرات. ابل طبعا بتتميز دايما بكواليتي كاميرات وصور تحفه، ولكن الايفون 15 برو بيتميز من وجهه نظري انا بالكاميرا ال 48 ميجا بكسل الاساسيه، اللي بتقدم كواليتي تحفه في ال1 اكس وكمان ال2 اكس، لان الجهاز هنا بيصور 2 اكس، تقدر تصور عن طريقه 2 اكس بورتري عن طريق السنسور الرئيسي اللي هو ال 48 ميجا بكسل، ويقدم لك صور شارب جدا، عكس قبل كده في ال 14 وال 13 والكلام ده كله ما كانش بتقدر تصور غير من الكاميرا التليفوتو فقط، والكاميرا الاساسيه بتصور 1 اكس بس بورتري، ويبقى طبعا غير مستخدم بالمره. ولكن ال 2 اكس في الجهاز هنا بيطلع كواليتي صور رهيبه، وجهاز فعلا محترم جدا في الكاميرا الاساسيه، وهي نفس الكاميرا اللي موجوده في ال 15 برو ماكس. وانتوا عارفين تجربه ال 15 برو ماكس، وشفتوا الصور اللي انا هعرضها لكم دلوقتي من 15 برو ماكس و 15 برو عامله ازاي. مفيش اي فرق، نفس الصور اللي هتاخدها من الجهاز ده هي نفس الصور اللي هتاخدها من الجهاز ده. زي ما انتوا عارفين ان ال 15 برو ماكس بيجي 5 اكس، ولكن ال 15 برو هنا بيجي 3 اكس. وبصراحه الكاميرا هنا بتقدم تجربه جامده جدا برضو، الصور من ال 3 اكس خرافيه، حتى الكاميرا الالترا وايد التجربه بتاعتها لذيذه جدا ما فيهاش اي مشكله. وكمجمل الكاميرات هنا بتقدم تجربه لذيذه قوي في تصوير الصور الليليه كمان، يعني هتاخد صور بالنايت مود، صور لذيذه وكافيه جدا ان هي ترضيك. ولكن اللي بيميز بقى الجهاز ده بالنسبه لحجمه اكتر هو تصوير الفيديو. تصوير الفيديو هنا انت تقدر تصور 4K لحد 60 فريم في الثانيه بكواليتي خرافيه، تقدر تصور دولبي فيجن، وكمان بتقدر تصور برو ريز، والفيديوهات اللي بتطلع معاك هنا بتكون 10 بت كلر. بصراحه مفيش موبايل في العالم كله في الحجم ده بيقدم لك تجربه تصوير فيديو زي اللي في الجهاز ده، غير طبعا ال 16 برو. ال 16 برو برضو بيقدم كواليتي جامده جدا في تصوير الفيديو، ولكن انا بتكلم دلوقتي عن ال 15 برو مقارنه باي موبايل تاني غير موبايلات ايفون. هو افضل جهاز بيصور فيديو في العالم مقارنه باي جهاز، حتى الاجهزه اللي نزلت بعده في اجهزه اندرويد. فانت من الاخر لو صانع محتوى او عايز جهاز تصور بيه محتوى من غير ما تشتري كاميرا، او لسه عايز تبدا محتوى وفي نفس الوقت مش عايز كاميرا، عايز موبايل تصور بيه وتمنتج عليه، مفيش افضل من ال 15 برو كحجم وككواليتي وكمان سعر. بصراحه الجهاز جامد جدا. وطبعا في اي جهاز حجمه صغير مع كل الامكانيات دي ومع كل الكلام الجميل ده
بتلاقي ان البطارية صغيرة وحجم البطارية ما بقاش افضل حاجة، والجهاز بيفصل بسرعة وبيكون تجربة الاستخدام مش افضل حاجة بسبب البطارية. ولكن بقى الايفون 15 برو حتى في دي حل المشكلة، لان البطارية بتاعته جامدة جدا. وبعيدا بقى عن البطارية كام ملي امبير، لان الكلام ده ما بيفرقش معايا خالص في الايفون، الا ان الجهاز هيكمل معاك اليوم مستريح، مفيش اي مشكلة هتواجهك. جهاز غريب جدا بصراحة. يعني ال 14 برو اللي قبله على طول بسنة، ال 14 برو جهاز كانت بطاريته فوق السيئة بكتير، ولكن الجهاز ده بيقدم بطارية جامدة جدا تتفوق على ال 14 برو ماكس اللي بطاريته أكبر منه. فبصراحة ال 15 برو جهاز متكامل من جميع النواحي، وده من وجهة نظري أكتر موبايل متكامل في أجهزة أبل حاليا بالنسبة للأجهزة ما قبل الايفون 16. وغير ده كله انت تاخد فيس اي دي سريع جدا، فيس اي دي دقيق جدا حتى في الضلمه، حتى وهو مش شايف وشك او انت اللي مش شايف وشك، لانه هو بيبقى شايف وشك وبيبقى شايف ملامح وشك، وبيفتح في اي ظرف من ظروف الاضاءه وسريع جدا. وطبعا نسيت اقول لك ان الجهاز ده بيجي بتايب سي، وده شيء مهم جدا حاليا، لان زي ما انتم عارفين ان ابل لغت اللايتنينج من اول سلسله ال 15 بقى ينزل تايب سي، ودي اكتر حاجه كنا مستنيينها. فالجهاز ده بيجي تايب سي، فهيكون ممتاز معاك انك هتشحن كل اجهزتك بشاحن واحد، مش هتضطر تجيب كذا وصله عشان تشحن الاجهزه بتاعتك. طب بقى كملخص للفيديو ده كله، انت تروح تشتري الجهاز ده امتى؟ والجهاز ده حلو لمين ومش حلو لمين؟ من الاخر الجهاز ده تروح تشتريه امتى؟ تشتريه في اي وقت حاليا، لان الجهاز سعره دلوقتي ممتاز جدا وبيقدم لك تجربه خياليه. حته بقى الجهاز ده ما تروحش تشتريه امتى؟ في حالة واحدة فقط، لو انت بتحب الشاشات الكبيرة. غير كده الجهاز ده هيقدم لك تجربة لا يعلى عليها. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك، لسه ما اشتركتش انزل اعمل سبسكرايب دلوقتي على القناة، اشترك في القناة عشان نوصل ل 100,000 مشترك ورا بعض، وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديدة. ولينك الانستجرام عندك في الكومنت، لو عندك اي استفسار كلمني هناك. ما تنسوش طبعا تتابعوا الفيديوهات اللي فاتت. منتظر الفيديو الجاي واشوفكم على خير.